بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، ما زال الحديث عن المرأة. وإذا ما قارنت بعض نساء اليوم تجدهم كامرأة لوط وامرأة نوح والعياذ بالله. اسمع إلى قوله تعالى. قال تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. قال تعالى: فخانتهما. هاتين المرأتين، أي امرأة نوح وامرأة لوط عليهم الصلاة والسلام، هاتين المرأتين خانتا الأنبياء، ولكن كما قال المفسرون هنا الخيانة خيانة الرسالة وليس خيانة الفراش. لم تخن نبي قط امرأة في الفراش والعياذ بالله، ولكن هنا الخيانة خيانة الرسالة، إفشاء الأسرار. وهناك نساء في هذا العصر تخون الأزواج، وليس خيانة الفراش ولكن خيانة الأسرار. خيانة الأسرار من أقوال أو أفعال في هذا البيت بمجرد الخصومة وبمجرد الخلافات ترى أن الغدر يأتي والفجور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان. وإذا اؤتمن خان، هذه صفات المنافقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذا ما رأيت نساء من هذا الصنف تحاكي صنف نساء نوح ولوط والعياذ بالله من الخيانة السرية وليس خيانة الفراش، خيانة تجدها تفشي هذه الأسرار وتخرب البيوت وتخرب على زوجها وتخرب على أولادها وتخرب على نفسها وهي لا تدري. إذا ما نظرت إلى نساء الصحابة ونساء النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن البون بعيد كل البعد، وأن الفرق شاسع. إذا ما قارنت وأجريت المقارنة بين نساء اليوم ونساء الصحابة إلا ما رحم ربك فتجد أن هناك فرق شاسع. انظر إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، حينما ما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم طعام من حفصة رضي الله تعالى عنها، فجاء هذا الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يجلس بين أصحابه، فجاء هذا الطعام فأخذت عائشة رضي الله تعالى عنها هذا البرام أو هذه الصحفة من الطعام وألقتها في الأرض حتى كسرت. وهنا
كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المؤدب الذي أدبه ربه ورباه ربه، وإنك لعلى خلق عظيم. قال: غارت أمكم. ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وما نبرر لبعض الرجال أن يغضبون ويتكلمون ويشتمون ويضربون، لا، ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وسط أصحابه، وهو في وسط أصحابه. قال: غارت أمكم. فقال: يا عائشة قومي وأتي بصحفتك وأرسليها إلى حفصة. نعم يا عباد الله، تقول عائشة: حسبك من صفية، وأشارت بأيديها، أي تعني أن صفية قصيرة. قالت: حسبك من صفية، ما تكلمت وما اغتابت وما أفشت الأسرار، وما قالت إن صفية بها كذا وكذا وكذا، لا، قالت: حسبك من صفية فقط. نعم يا عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان يسقط على باطل وما كان يقر باطله. قال: يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، أي قال لقد قلت كلمة لو وضعت في ماء البحر لغيرت لونه وغيرت طعمه، صلى الله عليه وسلم. وما أفشت سر النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن غضبت من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يا عباد الله. وإذا ما نظرت إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أشبه برسول الله مشية وسمتا، أي وشكلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إذا دخلت عليه فاطمة يقوم إليها ويقبلها من رأسها ويجلسها في مجلسه. أما اليوم كان النبي صلى الله عليه وسلم مرضا شديدا، لا يستطيع القيام ولا يستطيع الكلام، فقام فأشار إليها، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة، فجاءت إليه فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأصرها في أذنيها، فبكت فاطمة بكاء شديدا، ثم ناداها مرة ثانية وأصرها في أذنيها، ففرحت وقالوا لها: أخبرينا ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كان لي أن أفشي سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشاهد، أن المرأة لا تفشي أسرارا، لا تفشي سر زوجها، ولا تفشي سر أولادها، ولا تفشي سر بيتها خارج بيتها لأي كائن من كان، لأن هذا بيت يقوم على العدل وبيت يقوم على الكتمان، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته مع أزواجه. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ودفن، حدثت فاطمة قالت: أسرني في المرة الأولى فقال أنه سيموت في وجعه هذا، فبكيت على فراق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ناداني المرة الثانية، أي أشار إلي وقال لي أني أول لحوقا بي بعد موتي، أي أول من يموت بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت هي فاطمة رضي الله تعالى عنها. أما الموقف الثالث، حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم
أن يهاجر من مكة إلى المدينة وأمره ربه جل في علاه، ذهب إلى أبي بكر الصديق في بيته وقال: يا أبا بكر، أخرج من في البيت. قال: يا رسول الله، إنهم بناتي فلا تخف. إذن أبو بكر يثق في بناته رضي الله تعالى عنه، فهم يكتمون الأسرار. عباد الله، هيا بنا لنتعلم من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.